السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم إن شاء الله وصفة من أجمل وأروع الوصفات لتنعيم وترطيب الشعر، أيضا لإطالة الشعر. هذه الوصفة وكأنك عملتي كيراتين للشعر. تصلح هذه الوصفة للبنات الصغار والأولاد وأيضا للكبار. مكونات هذه الوصفة بسيطة وسهلة جدا، فيها مجموعة من الخطوات، فيها مرحلتين أو خطوتين. ضروري جدا متابعة الفيديو وشرح الفيديو حتى تنجح معنا هذه الوصفة 100%. قبل ما أبدأ في طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسهل الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. هذه الوصفة قلت تعالج الشعر التالف، تطول الشعر وتكثفه، يعني حتى إذا كان عندنا تساقط في الشعر سوف تعالج هذا المشكل، ترطب وتنعم الشعر مهما كان مجعد ومهما كان خشن. نحتاج في هذه الوصفة إلى 3 مكونات فقط. المكون الأول هو بذور الكتان أو زريعة الكتان. نحتاج أيضا إلى بيضة كاملة، وإذا كان الشعر طويل ممكن نستعمل بيضتين أو 3 بيضات على حسب طول وكثافة الشعر. يعني هذه الوصفة بيضة واحدة تصلح للشعر القصير الخفيف. ونحتاج أيضا إلى زيت الزيتون. أول خطوة نقوم بها، نأخذ كمية من بذور الكتان 4 ملاعق إلى 5 ملاعق كبيرة من بذور الكتان. نضيف لها مقدار 2 كوب من الماء، يعني راح نعمل جال بذور الكتان. نضعها على النار تغلي، يعني تغلي جيدا من 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى نتحصل على الجال. نقوم بتصفيته ونتركه على جنب يبرد. ثم نحضر الخطوة التي سأقوم بها. أول شيء يعني بعد ما عملنا جال بذور الكتان بهذا الشكل نتركه للخطوة الثانية. أول خطوة نقوم بها بالنسبة لهذا الماسك يضع على الشعر، يعني سواء كان نظيف أو غير نظيف، يعني ليس بالضرورة أن الشعر يكون نظيف. نحتاج قلت إلى بيضة كاملة، وإذا كانت يعني شعر طويل وكثيف نضاعف في الكمية. نضيف لها مقدار 3 إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون. ضروري جدا أن زيت الزيتون يكون من النوعية الجيدة، أي يكون أصلي. نخلط البيض مع زيت الزيتون جيدا. بعد ما نخلط المكونات مع بعضها جيدا نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل. نوزع هذا الخليط على كامل الشعر، يعني من الجذور حتى الأطراف نوزعه على كامل الشعر. ثم يعني هذه الخطوة أساسية. نأخذ مشط يكون أسنانه تكون كبيرة نوعا ما، يعني يكون مفتوح قليلا، ونقوم بتمشيط الشعر جيدا. نقوم يعني بإسدال الخصلات وتمشيط الشعر جيدا. نقوم بتمشيطه خصلة بخصلة حتى يصير يعني مسدول الشعر. بعد ما نخلص العملية، عملية وضع البيض وتمشيط الشعر، نأتي إلى الخطوة الثانية. نحضر جال بذور الكتان ونوزعه على الشعر، يعني فوق الخلطة هذه نضع جال بذور الكتان فوق الشعر. نوزعه أيضا بالكامل، يعني نحاول أنه يتوزع على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف. ثم المرحلة الأخرى نأخذ مشط أسنانه تكون رقيقة، يكون ضيق على المشط الأول، ونقوم بتمشيط الشعر
المشط، يعني في البداية نقوم بتمشيطه بالمشط عادي، ثم نقلب المشط على الظهر ونقوم بعمل كأننا نقوم بعمل كيراتين، الكيراتين العادي الذي يعمل للشعر، ثم يعني نمشطه بالكامل ونحاول أني أطيل في هذه المرحلة حتى يعني تصير الخصلات مسدولة، أو لا أعرف التعبير، يعني راح لي التعبير. المهم نقوم بتمشيطه جيدا، ثم نقوم بلف الشعر وهو مسدول يعني، ونغطيه بغطاء بلاستيكي ونترك الوصفة على الأقل ساعتين، ثم نقوم بغسل الشعر عادي بالشامبو. من الأحسن أني نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ومن خلال التجربة الأولى ستلاحظون النتيجة والفرق إن شاء الله. جربوها لكم ولبناتكم ولأولادكم، سوف تلاحظون نتائج رائعة إن شاء الله. هذه هي الوصفة، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.